اهلا بيك. في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل انيميشن في البريمير من غير ما تروح للافتر افكت وتعمل شغل عليه انيميشن. انا هعلمك تعمل انيميشن هنا بسيط كده وحلو ولذيذ، وهديك كمان هدية في اخر الفيديو. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. الحاجات اللي هتستخدمها الفترة الجاية هي السيشال جرافيك. السيشال جرافيك ديت موجودة في اصدارات بريمير الحديثة او الجديدة. ديت لو مش ظاهرة معاك فانت تروح على كلمة ويندو، من ويندو هتختارها هي تحت كلمة افكت، هتفعلها تعمل لها تخليها علامة صح، هتظهر معاك بالشكل ده. هتلاقي فيها تمبلت جاهزة. يعني انت مثلا لو سحبت تمبلت كده بيقول لك الرسالة اللي طلعت دي بيقول لك ان الخط ده مش موجود عندك. ومثلا كتبنا مثلا هنا اسلام ماندو مثلا، اسلام ماندو، هتلاقيه ظهر لك بقى ايه بشكل انيميشن كده وبشكل ايه لذيذ. وهنا بقى بتقدر تعدل على الستروك، تقدر تعدل على كل حاجة في القايمة بتاعت edit. تقدر تعدل على حاجات كتير خالص. تمام. بالنسبة للشاب وبالنسبة للتكست نفسه، كل حاجة لو قريتها تعرف هي بتتحكم في ايه بالظبط. المهم نرجع لموضوعنا، وهو شغل الانيميشن. تمام. بالنسبة لشغل الانيميشن انت مش هتلاقي شغل انيميشن كتير هنا، تلاقي معظمهم تكست. تمام. انا بقى هديك ملف هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، هتحمله. وبعد ما تحمله هتتك على علامة زائد. وبعد ما تحمله وتخلصه يعني خالص، تروح تتك على علامة زائد، وانا ضايفهم هنا اهمت. دولت هتلاقي فيهم حاجات كتير قوي، هتلاقي شغل انيميشن كتير. يعني انا مثلا هضيف مثلا ارش، ضيف مثلا ارش مثلا 12. ضفت ارش 12. انا مش عارف ادور عليها هنا بالظبط في التك اي ار سي. اه اهو 12 مثلا. وكنت ضايف 3 قبل كده. بص بقى، بص ده لذيذ قوي جميل قوي. عندك بقى ارش 3. عندك حاجات كتير الصراحة. عندك مثلا كنت منزل حاجة اسمها، منزل حاجات تانية زي مثلا سلايد لاين مثلا. كنت منزل دي لاينات بس خفيفة كده، سيبك منها نروح على حاجات تقيلة. سبريد اهوت. نروح على اس بي اهوت. لا دي سبورت، دي حاجات موجودة في البرنامج. نشوف اسمها، نشوف اسمها بالظبط عشان نرجع لها. سبريد مش سبريد، اهو سبريد لاين اهي. نروح عليها نضيفها كده، بتضاف بالصوت بتاعها يا جماعه. بص في حاجات كتير قوي موجوده، وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. هتقدر بعد كده تعمل شغل انيميشن من على البريمير بسهوله جدا، مش محتاج تروح للافتر افكت. يعني دي ممكن تضيفها في لوجو مثلا، ناس كتير ضايفوها في لوجات. ناس كتير مثلا حاجات اللي فيها فليب وحاجات اللي فيها حركه ممكن تضيفها عليه. مثلا هتروح مثلا اهو ضفناها الصوت بتاعها اهو. مثلا عندنا فيديو اي كلام، عندنا فيديو فيلا ملوش علاقة اصلا بس يعني بوريك تجربة يعني عملية. او مثلا فيل لو اتحرك فحرك زلمته، فانت ممكن تضيف ديت فيضيف كده ايه شغل انيميشن، ويخلي الموضوع فيه حاجة مختلفة، ومش هتحتاج لافتر افكت. وان شاء الله يعني تكون استفدت من الفيديو ده. ما تنساش تعملي لايك سبسكرايب. انا اسلام ماندو بقدم لك كورس ادوبي بريمير من تحت الصفر للاحتراف. ويا ريت تتفرج على الفيديوهات اللي جايه والفيديوهات اللي قبل كده عشان هتستفيد جدا. ولازم تخلص كورس الادوبي بريمير يا بطل. ودلوقتي احب اختم الفيديو بتاعي بكلمه لا اله الا الله.